السلام عليكم. بيجي لنا ستات بيوت كتير وعرايس اكتر علشان يعرفوا ايه افضل الماركات بتاعه الاجهزه الكهربائيه اللي موجوده في السوق حاليا. يعني ايه افضل ثلاجه، غساله، بوتاجاز، حتى الرفايع. عاوزين يعرفوا ايه افضل مفرمه، كبه، خلاط، وهكذا. هنكون مع بعض النهارده ان شاء الله جهاز عروسه كامل، ونحاول نقول لحضراتكم ايه افضل الماركات اللي موجوده في السوق حاليا والبدايل بتاعتها علشان لو السعر مرتفع. لكن قبل ما نبدأ عاوزين نقول معلومة لحضراتكم. احنا اشتغلنا في مجال الأجهزة الكهربائية تقريبا لمدة 15 سنة. يعني اشترينا أجهزة كتير وبعنا أكتر. بيجي لنا مرتجعات من ماركات معينة وبيجي لنا رد فعل جيد من ماركات تانية. اتكلمنا مع عملاء كتير وعرفنا التجارب بتاعتهم وايه الحاجات الكويسة اللي عندهم وايه اللي عكس ذلك. عارفين الصناعة بتاعت المنتجات وبلد التقفيل بتاعتها وأماكن الصيانة وقطع الغيار موجودة فين. كل التجارب والخبرة دي هنحاول نوصلها لحضراتكم في الفيديو ده بدون أي انحياز لأي منتج. يعني مش معنى ان احنا عندنا كام توكيل لكام منتج واحنا الوكيل بتاعهم هيبقوا دول أفضل ماركات، لا بالعكس. هنتكلم بمنتهى الحيادية. يلا بينا نعرف ايه أفضل منتجات الأجهزة الكهربائية اللي موجودة في السوق حاليا. احنا كاتبين ورقه فيها العناصر بتاعتنا زي الثلاجه، غساله، بوتاجاز. هنحاول ان احنا نظهر لحضراتكم الورقه دي على الشاشه دلوقتي. هتلاقي انه مكتوب جهاز عروسه كامل زي الثلاجه رقم 1، غساله، غساله اطباق، غساله هاف، بوتاجاز. جهاز عروسه كامل متكامل علشان نبين لحضراتكم ايه اللي ممكن نشتريه وايه الماركات الافضل وايه البدائل بتاعتها. نرجع مع بعض تاني ونلاقي اول حاجه مكتوبه هي الثلاجه. من افضل الثلاجات اللي موجوده في السوق حاليا هي ماركه LG، لكن بيكون سعرها عالي شويه. لو السعر بتاعها عالي وهيضايقنا، رقم 2 في البدائل بتاعتنا ماركه شارب، رقم 3 توشيبا. بعد كده ممكن ندخل على بيكو او وايت بوينت والاثنين نفس الكفاءه، ودي الاختيارات بتاعتنا. رقم 2 غساله ملابس. غساله الملابس من افضل الغسالات، رقم 1 LG، رقم 2 الزانوسي، رقم 3 سامسونج. وممكن بعد كده نجيب ماركات تانية اللي هي ضمان العربي او الماركات اللي هي البيكو والوايت بوينت والحاجات دي. لكن بنحافظ على LG اللي هي الفيفاتشي دي رقم 1. ما عجبتناش، شكلها وحش، سعرها غالي، رقم 2 الزانوسي. كذلك اختيار مش موفق بالنسبة لكم، رقم 3 نبص على السامسونج. الاختيار بعد كده الغسالة الهاف. الهاف التوشيبا هي افضل اختيار. غسالة الهاف التوشيبا، رقم 2 تورنيدو، رقم 3 الفريش. البوتاجاز الكامل الزانوسي هو افضل بوتاجاز، سواء كان الكول ماكس او التيست ماكس هو افضل بوتاجاز كامل موجود في السوق. لو ما عجبناش في بعد كده الجرمانيا ضمان العربي، في بعد كده اليونيفرسال، في بعد كده الفريش. البوتاجاز البلت ان، لو عاوزين بوتاجاز بلت ان في منه 3 اختيارات، يا اما ايطالي صناعه ايطالي او صناعه تركي او صناعه مصري. لو الصناعه المصري ودي اقلهم هيبقى الفريش، لو الصناعه التركي ودي الوسط هيبقى البيكو، لو الصناعه الايطالي ودي اعلى حاجه واغلى حاجه ممكن جليم جاز او اريستون او البا او جرونيا. الفريزر الادراج رقم 1 التوشيبا. ممكن بعد كده نختار ما بين البيكو او الوايت بوينت، ودي الاختيارات اللي بعد التوشيبا. اللي بعد الفريزر الادراج الفريزر الصندوق، لو اخترنا فريزر صندوق هيكون افضل اختيار الكريازي. بعد كده ممكن نختار الفريش او الالكتروستار او الالاسكا. اللي بعد الفريزر الشاشه افضل شاشه موجوده في السوق، يا اما سامسونج يا اما LG، ودي افضل اختيار. لكن احنا عاوزين نقول حاجه بمناسبه الشاشه. زمان واحنا بنشتري شاشات مثلا من 10 15 سنه، كان افضل شاشه موجوده في السوق سامسونج LG، وبنجيبها وبتقعد معانا بالسنين والسنين وما يجرالهاش حاجه. دلوقتي لما بنشتري اي شاشه مهما كان بنسبه كبيره جدا بتحتاج تغيير للدات او يحصل فيها مشكله. اللي عاوزين نقوله ان الشاشات بطبيعه عمرها الافتراضي ما عادش زي الاول. مش الشاشه هتقعد معانا سنين وسنين، لا، حاليا بنشتري الشاشه وربنا يسترها معانا وممكن تعطل او ممكن ما تعطلش. الجوده والصناعه والعمر الافتراضي بتاع الاول غير دلوقتي، ودلوقتي اقل. بعد كده الميكرويف، افضل ميكرويف في السوق سامسونج او LG. هنا ميزه وهنا ميزه. السامسونج بيبقى الجزء الداخلي بتاعه من السيراميك وده خامه كويسه جدا. LG الميزه اللي فيه ان هو انفرتر موفر كهرباء،
ولو السامسونج والال جي سعرهم غالي شويه يبقى البديل الجيد هو شارب. الفرن الكهربائي تورنيدو، لو الشارب لسه بينزل هو رقم واحد في الفران، لكن اعتقد ان هو ما عادش بينزل. رقم اتنين التورنيدو، بعد كده الفريش، المكنسه الباناسونيك، ثم الباناسونيك، ثم الباناسونيك، لا بديل عنها، هي رقم واحد في الاختيار وجوده جيده جدا. مفرمه اللحمه رقم واحد الكينوود ال 1600 واط، رقم اتنين المونلكس ال 2000 واط الفرنسي، رقم ثلاثة بقى ممكن حسب الميزانيه بتاعتكم. الخلاط رقم واحد في الخلاطات البراون ال 800 واط، رقم اثنين الكينوود ال 1000 واط الدرع الازاز، لو ما عجبناش ده ولا ده رقم ثلاثة المونلكس ال 700 واط الفرنسي الاثنين مطحنه. كبه الخضار والبصل، لو عايزين افضل حاجه للخضار والبصل هتكون الكينوود ال 500 واط، لو عايزين حاجه للحمه هتكون السكاني ال 1500 واط. بعد كده العجان، طبعا العجان الكينوود هو افضل اختيار، في بعد كده البلاك اند وايت او الرافال او السكاني، او في اختيارات كتير، لكن اول اختيار هيكون الكينوود، وبينزل حاليا يا اما 1000 واط يا اما 1400، والاثنين دول هم تقريبا الموديلين الموجودين في السوق، لان كان بينزل موديلات تانية الاول. مضرب البيض لو موجود براون يبقى رقم واحد، مش موجود البراون وصعب نلاقيه دلوقتي يبقى رقم اتنين في الكينوود، والكينوود بينزل يا اما 450 واط يا اما 300 واط، وبالترتيب كده نخلينا في 450، ما لقيناهوش يبقى ال 300 واط. مكنه القهوه التركي تورنيدو، هي صناعه تركي. في بعد كده الاوكا، في بعد كده البيكو. مكنه القهوه الاسبريسو رقم واحد وافضل اختيار موجود في السوق هي شركه ديلونجي، في منها بعض موديلات ممكن تبدا من 4 و5000 لغايه ما توصل ل 8 و9000، دي الفئه المتوسطه، وفي فئات اعلى من كده بكتير. عصاره البرتقال لو لقينا البراون نخلينا فيها، ما لقيناش البراون يبقى رقم اتنين الكينوود. عصاره الفواكه نفس الكلام، لقينا البراون يبقى رقم واحد، ما لقيناش البراون هيبقى رقم اتنين الكينوود. ليه بنقول خلينا في البراون ولو لقينا وما لقيناش؟ لان منتجات براون قليله شويه في السوق، من ناحيه عصاره الفاكهه وعصاره البرتقال والحاجات دي منتجاتها قليله شويه في السوق، مش منتشره، ما اعرفش بقى هتنزل تاني او لا، الله اعلم. مكوه الملابس، لو عاوزين مكوه الملابس اللي هي العاديه باناسونيك اللي هي الياباني، دي رقم واحد البخار، مفيش غنى عنها، رقم واحد وعمر افتراضي طويل وخامات جيده جدا. المكوه الستاند اللي هي العمود الواقفه، افضل حاجه فيها ماركه تيفال اللي هي ال 2000 واط وبينزل منها ساعات 1700 واط، مكوه ممتازه جدا ما فيش منها اي اعطال او شكاوى. توستر كينوود. هاند بلندر، افضل هاند بلندر في السوق براون، ولو هنجيب الحاجات دي كلها كل حاجه لوحدها يبقى نجيب هاند بلندر اللي هو الفرداني، ده احسن اختيار. غلايه الميه نجيبها سواء عاوزين ستانلس او ازاز نجيب الكينوود، لو عاوزينها ماركه تانية يبقى رقم اتنين البراون. قلايه بدون زيت، افضل قلايه بدون زيت الفيليبس، ونحاول نجيب 6.2 لتر، لان المقاس الصغير بيكون صغير جدا وما بياخدش حاجه، هنجيب قلايه فيليبس وندفع فلوس كتير ومش هنستفيد منها قوي لان حجمها بيكون صغير، فنحاول نجيب ال6 لتر و2 لان الحجم الصغير زي ما قلنا صغير جدا. الدفايه الزيت ديلونجي، ما لقيناش الديلونجي يبقى رقم اتنين الهيلر. الدفايه الشمعات بتكون كوميتال، وزي ما احنا عارفين ودايما بنقول يا جماعه الدفايه الشمعات او الشمع ما نحطهاش في مكان مقفول لانها بتسحب اكسجين وممكن تخنقنا وتعمل مشكله. الشفاط البلت ان اللي موجود اللي بيتحط فوق البوتاجاز سواء المسطح او اللي مدخنه، برضه في منه فئات كتير جدا. اعلى فئه موجوده في السوق الجليم جاز والقلبه والبرونيا، دي الحاجات الايطالي الحاجات الهاي اند لو عاوزين، ومنهم ال جي برضه. الحاجات المتوسطه ممكن نجيب ماركه اسمها تيربو اير كويسه جدا. الفئه اللي هي اقل من كده ممكن نجيب الفريش او البلاك اند وايت، دي حاجه كويسه وبتمشي الحال. لكن عاوزين نقول ان احنا لو هنجيب شفاط بمدخنه وهنوصله بمدخنه في الحيط، حاول نجيب ماركه عاليه وماركه كويسه. اما لو هنجيب الشفاط المسطح اللي هو بدون مدخنه فنجيب اقل حاجه. يعني انا وجهه نظري ان احنا نجيب ارخص ماركه في السوق، لان ما بيكونش عمره الافتراضي طويل والفلاتر بتاعته بتتقفل وعاوز تتغير، عمر افتراضي بيكون بتاعه قليل. بعد الشفاط البلت ان الشفاط المربع هيكون توشيبا رقم واحد، ولو التوشيبا بطل ينزل لان العربي بيقول ان ما عدناش هننزل شفاط توشيبا، لو توشيبا موجود يبقى رقم واحد، بعد كده رقم اتنين تورنيدو، بعد كده رقم ثلاثة فريش. التكييف الشارب رقم واحد طبعا،
رقم 2 ممكن كارير او ال جي، اي حاجه منهم. بعد كده مبرد الميه، مبرد الميه لو فئه عاليه الوايت ويل الكوري، الفئه المتوسطه تورنيدو او كولدير او فريش، الفئه الرخيصه في السعر ماركه جاك. الشوايه الكهربائيه رقم 1 كينوود، شركه فريش عامله منها الكوبي بتاعها نفس الشكل بالظبط، دي اختيار رقم 2. المروحه العمود الفريش الهتاري رقم 2 التورنيدو 18 بوصه، دي اختيار جيد جدا. السخان الغاز يا اما نجيبه اولمبيك يا اما نجيبه زانوسي، الاختيارين دول كويسين وممكن ندخل فيهم التورنيدو برضه، يبقى يا اولمبيك يا تورنيدو يا زانوسي، الثلاث اختيارات ممتازين. ولو عندنا ضغط الميه قليل او الدور عالي او الحي اللي احنا فيه الميه فيه ضعيفه، خلينا في الزانوسي رقم 1. السخان الكهربائي تورنيدو رقم 1 عشان حله ستانلس، بس نخلي بالنا لان في بعض ناس بتبيع اي سخان تورنيدو على انه حله ستانلس، في منه موديلات حله عاديه وموديلات حله ستانلس. رقم 2 بعد السخان التورنيدو السخان الاريستون الحله بتاعته التيتانيوم. رقم 3 اللي في السخانات السخان الاولمبيك. بعد كده مكنه الزبادي الزهراني هي افضل اختيار. الثلاجه الميني بار الوايت ويل 10 سنين وسنين وثابته وجودها ومفيش منها اي مشاكل. ممكن بعد كده البيكو او اي ماركه ثانيه. ده كان جهاز العروسه اللي احنا مكونينه مع بعض علشان نعرف ايه افضل الماركات اللي موجوده في السوق. الوقت ما يسمحش ان احنا نقول تفاصيل اكتر من كده، يعني احنا قلنا بالمختصر عشان لو قلنا تفاصيل واتكلمنا وخدنا راحتنا هنعوز ساعات وساعات. لكن انتوا لو في منتج معين عاوزين تعرفوا السعر بتاعه، عاوزين تعرفوا الصناعه بتاعته، الضمان قد ايه، مكان الصيانه فين، اي تفاصيل عنه، ايه البديل عنه، كلمونا ابعتوا لنا في الرسائل ان شاء الله وهنرد عليكم. اتمنى نكون ضفنا لكم معلومه جديده. السلام عليكم.